كولر يعيد القوة الضاربة للأهلي أمام الرجاء بربع نهائي أبطال أفريقيا. يعيد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القوة الضاربة لفريقه في تشكيل مباراته القادمة ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فضل تطبيق سياسة التدوير في مباراتي الفريق الأحمر الأخيرتين، والتي سبقت استعداداته لمواجهة بطل المغرب من أجل راحة اللاعبين خشية من تعرضهم للإجهاد قبل موقعة السبت المقبل الحاسمة. ويعود لتشكيل الأهلي الأساسي في مباراة الرجاء المغربي كل من علي معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات، مع المجموعة التي حصلت على راحة في مباراة فاركو مثل محمد عبد المنعم ومروان عطية وعمرو السولية ومحمود كهربا، ليدخل الفريق الأحمر مباراة السبت المقبل بقوته الضاربة. وفضل مارسيل كولر توزيع الجهد بين لاعبي الأهلي وتطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين خشية من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الرجاء المغربي، وتجنب ما حدث خلال مباراتهم ضد سان داونز الجنوب أفريقي، بعدما دفع كولر بالتشكيل الأساسي في مباراتهم ضد المقاولون العرب وقبل السفر إلى جنوب أفريقيا، وترتب عليه تعرض لاعبه للإجهاد والخسارة بنتيجة كبيرة أمام بطل جنوب أفريقيا.